السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة راح نتكلم على تطبيق بريد موب وطريقة استعماله. نقوم أولا بتحميل تطبيق من بلاي ستور. عند الانتهاء من تحميل هذا التطبيق نقوم بفتح حساب بواسطة البطاقة الذهبية. يجب أن تكون لديك بطاقة ذهبية لتستطيع فتح حساب بريد موب. Continue. هنا سوف نقوم بإدخال رقم الهاتف، وهنا سوف نقوم بإدخال رقم البطاقة. هنا نقوم بإدخال تاريخ نهاية صلاحية 08/24. بعد الضغط على كونتينيو ستصلك رسالة قصيرة لتأكيد رقم الهاتف. خطأ. مئة وخمسة وثمانين. كونتينيو. أنا لقد كان لدي حساب من قبل، إذن لا أقوم بإدخال البيانات، سوف أكتب كلمة السر الخاصة بي. كونتينيو. بعد الدخول إلى هذه الصفحة، إن أردت تغيير اللغة يجب عليك الذهاب إلى هنا أوكي، والبحث عن بارامتر إعدادات langue du système. اختار اللغة العربية. بعد اختيار اللغة سوف نتطرق إلى بعض العمليات. هنا نقوم بمدفوعات، مثلا شحن رقم الهاتف أو تعبئة الإنترنت. تقوم بالضغط هنا كل أنواع التعاملات. الدخول في شبكة الهاتف النقال، مثلا أنا أريد شحن الهاتف، سوف أضغط على شبكة الهاتف النقال لاختيار المتعامل. تظهر لنا 3 خانات. الخانة الأولى خاصة بمصدر العملية، يعني رصيدك الحالي، يجب إدخال الرصيد. ثانيا سوف نقوم بإدخال رقم الهاتف. والخانة الثالثة المبلغ الذي تريد شحنه في الهاتف. سوف أقوم بشحن مثلا 100 دينار، 10,000، ونضغط على مواصلة. عند ظهور هذه الواجهة يطلب منك احصل على رمز التأكيد. احصلوا على رمز التأكيد، يجب الضغط عليها لتصلك رسالة قصيرة لتأكيد العملية. بدون تأكيد العملية لا تكون هناك عملية شحن. سوف أخرج. هنا يوجد حسابات، يمكن الاطلاع على حسابك. كانت لديك عمليات سوف تجدها في هذه الصفحة، لأسبوع هنا والشهر هنا. المزيد من التفاصيل، رقم الحساب، رصيد الحساب، الوضع فعال. هنا تحويلات، إذا كنت تريد تحويل المال من حساب إلى حساب، مثلا تريد تحويل إلى صديقك في حسابه الجاري، سوف تقوم بإدخال المصدر. دائما يجب إدخال المصدر. تقوم إدخال رقم الحساب، مثلا 0012 وتكمل مع المفتاح. هنا تدخل المبلغ، مثلا سوف أضع 1000 دينار. مواصلة. هنا يطلب مني إكمال الرقم. عند الضغط على مواصلة نضغط هنا للحصول على كلمة السر لإتمام عملية التحويل. خروج. أحيانا عند شحن الهاتف لا تتم العملية، ممكن يكون خلل في الشبكة، ولذا عليك إعادة المحاولة مرة أخرى. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو.
أرجو أن تكونوا استفدتم معي ولو القليل، ومن لديه أي استفسار يتركه في التعليقات. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.